بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، معكم أستاذ محمد معروف، معلم اللغة العربية بالمدارس المصرية اليابانية والمنصورة كولجي سابقا. وبإذن الله سأقدم لكم ملخص سريع لقصة شجر الدر. اسمع هذا الملخص جيدا، وأتعمدت ألا أضع فيه فيديو وإنما أقتصر بالصور فقط حتى تركز مع الصوت وأحداث القصة، تتخيل أحداث القصة بنفسك. سيكون هذا أوقع للأحداث وأقرب إلى ذهنك بإذن الله تعالى. أسأل الله أن تستفيد به وتنتفع. الفصل التاسع: الوحدة طريق النصر. قصة شجر الدر. غضب الشعب العربي من الفرقة والانقسام الموجود بين الأمراء وبين الحكام العرب، وهذه القوة المهدرة في حروب بعضهم البعض. وتمنى المخلصون من الشعب العربي في القاهرة ودمشق لو أن حكامهم اتحدوا فيما بينهم، لذلك كونوا جمعية اسمها جمعية الإخلاص والوحدة لتقريب وجهات النظر، عدم إهدار القوة في محاربة العرب لبعضهم البعض. كان على رأس هؤلاء البارزين من المخلصين في مصر رجل يسمى أبو بكر القماش. هذا التاجر الذي كان يعطي ويهب جزء كبير جدا من ثروته الواسعة للجهاد في سبيل الله، وقام بدور كبير جدا في عودة نجم الدين إلى حكم مصر زي ما أخذنا في الترم الأول. وكان في دمشق الإمام العز بن عبد السلام، وهو العالم الكبير الذي زاحت صراحته وأقدامه وتمسكه بالحق في مواجهة المخطئين في زمان، ولا يخشى في الله لومة لائم، يعني ما بيخافش من حد. ومنذ أن تولى نجم الدين حكم مصر وكان يتقرب هو وشجر الدر للجمعية وللشعب المصري بالهبات والأموال والتبرعات، وكانت شجر الدر على صلة بهذه الجمعية عندما كانت في دمشق، وزادت صلتها أكبر عندما جاءت إلى مصر، وحظيت هذه الجمعية بتأييد السلطان لهم ودعمه لجهودهم. لم تكتفي شجر الدر بدعم الجمعية، ولكن تقربت إلى الشعب المصري بالعطاء والهبات، وبما أنها سيدة المجتمع بقى الأولى ومرات الملك، ولم تنسى السيدات، فوطدت علاقتها بالسيدات ونساء المجتمع فازددنا حبا لها. نجم الدين اجتهد في الإصلاح ورد المظالم وتعمير ما أفسده العادل. طبعا هذه السياسة التي يتبعها نجم الدين لن تعجب الحاقدين والشامتين، فكان على رأس هؤلاء الحاقدين طبعا صالح إسماعيل. تأكد ما لديه من المعلومات بأن نجم الدين يقوم بالإصلاحات وتقوية الجيش، فقام بالعمل تكتل ضد نجم الدين. نجم الدين بدأ يقبض على الأمراء وينفيهم ويقتلهم. لجأ كثير منهم فروا إلى صالح إسماعيل ولجأوا إلى صالح إسماعيل، وطبعا من ضمنهم داود وورد المنى ونور الصباح وسوداء بنت الفقيه. هذه السياسة التي يتبعها نجم الدين فكر صالح إسماعيل في عمل تكتل. التكتل ده ما لقاش عرب كتير ينضموا له، فاضطر إلى اللجوء إلى الفرنج. كاتب الفرنج واتفق معهم على أن ينصروا على نجم الدين. أعماه الحقد والخوف من نجم الدين، فقدم البلاد هدية للفرنج، وأيضا طلب المساعدة من صاحب حمص وصاحب حلب، حمص وحلب. ناخد بالنا من الحتتين دول، لأنه في نهاية الفصل هيهجم على ملك حمص أو أمير حمص لما ينضم جيش مصر إلى جيش الشام. طار خبر الاتفاق العجيب بين صالح إسماعيل وبين الفرنج إلى أعضاء الجمعية في القاهرة. بدأوا يستصرخون المسلمين ويدعوهم إلى الجهاد بالتطوع لمحاربة عدو الله الصالح إسماعيل. وشجر الدر زادت من هباتها لهذه الجمعية حتى تقويها وتدعمها. أما دمشق فقد غلت مراجلها من شدة النار المشتعلة في الصدور والغضب من الصالح إسماعيل وما فعله وما قرره الصالح إسماعيل من السماح للفرنج بدخول البلاد وشراء السلاح من الناس. هرع الناس إلى العلماء يستفتوهم في هذه الجريمة، فأفتوا بتحريم بيع السلاح للفرنج، وأن من بيعه آثما خارجا عن الدين مفارق للملة والجماعة. وكان على رأس من أفتى بذلك كان طبعا الشيخ العز بن عبد السلام، بل أفتى بذلك وجهر بفتواه
على مئذنة المسجد الأموي بدمشق وهو أكبر مساجد دمشق، ووصل الخبر إلى الصالح إسماعيل، فقام الصالح إسماعيل بالقبض عليه، وأخافه البعض من نتيجة القبض على الصالح إسماعيل على العز بن عبد السلام، حيث أن العز بن عبد السلام كان بإشارة واحدة منه ممكن يخلي الناس تقوم كلها على الصالح إسماعيل وتعزله من منصبه، فقام بالإفراج عنه ونفيه إلى مصر. وكان طبعا عمل جميلة كبيرة جدا فينا إن هو أرسل الراجل ده يعيش هنا في مصر. لم يهتم العز بن عبد السلام بما فعله، بل فتح صدره للموت، ثم جاء هنا إلى مصر. وبعد كده خرج جيش من مصر وجيش من دمشق ومعهم الفرنج طبعا. وقبل بداية المعركة وقبل أن تبدأ المعركة ويلتقي الجيشان، انضم كثير من جيش دمشق إلى جيش مصر ضد الصالح إسماعيل والفرنج، وكبدوا الفرنج خسائر فادحة، واستطاع الصالح إسماعيل أن ينجو بنفسه بأعجوبة وعاد إلى دمشق. أما شجر الدر فكانت فرحة مسرورة وقالت: دنا الأمل يا مولاي، وعلى يديك ستتوحد البلاد كما وحدها صلاح الدين، ويطرد الفرنج منها أو يدفنون فيها، ويرد التتار أو يدفنون مع الفرنج. وطبعا كل ما تيجي تقول له دنا الأمل إشراقا يا مولاي ينكد عليه، يخترع لها كده أي فلكة كده يتقهرها وخلاص. قال نجم الدين: كنت أود أن أكون مع الجيش يا شجر الدر، أشاهد انتحار العدو وتشتته وأضحكه وأقضي عليه. قالت: بل تقيم يا مولاي في مصر وتبعث بجيشك المظفر، فكل سيف هو سيفك، وكل يمين هي يمينك، ولك الأجر بقدر الآلاف المشمرة، وميدان الإصلاح في مصر لا يقل خطرا عن ميدان السلاح في دمشق. اقتنع نجم الدين برأيها كالعادة، وأرسل جيوشه تتتابع الانتصارات بالانتصارات، والتقت مع الصالح إسماعيل مرة أخرى وهزمتهم مرة أخرى. استمرت الأفراح، ولم يعكر صفو هذه الأيام سوى مرض الخليل، مرضا صعبا شديدا. حاول نجم الدين أن يأتي له بالأطباء من كل مكان، ولكنهم فشلوا، فلما مات حزنت عليه شجر الدر حزنا شديدا. و طبعا فكر نجم الدين في أن يخفف عن شجر الدر، أخذها في رحلة إلى صعيد مصر، رحلة نيلية، وأخذها في رحلة أخرى في الريف. وبينما هم كانوا قاعدين في البرسيم في يوم من الأيام، جاءته مكتوب نكد عليه مرة تانية، وغضب عندما قرأ هذه الرسالة، وقال: لن يرجع إسماعيل إلا عندما أخلع قلبه الذي بين جنبيه. وفي شدة الغضب قرأت شجر الدر الرسالة، فإذا به أن الصالح إسماعيل هجم على حمص. الصالح إسماعيل هجم على حمص. ليه هجم على حمص؟ لأن طبعا حمص دي كانت من الجيوش اللي انضمت لجيش مصر، وده طبعا كان يزعل جدا نجم الصالح إسماعيل.